الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كيفية صلاة العيد. صلاة العيد تؤدى ركعتين جهراً، يكبر المصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويرفع يده في كل تكبيرة حذو منكبيه، ويضع يده اليمنى على اليسرى بعد كل تكبيرتين، وتكون هذه التكبيرات قبل التعوذ والقراءة، ويسن قراءة سورة قاف في الركعة الأولى أو الأعلى بعد الفاتحة. أما في الركعة الثانية فيكبر المصلي 5 تكبيرات غير تكبيرة الركعة الثانية بعد القيام من السجود، ويسن قراءة سورة القمر في الركعة الثانية أو الغاشية بعد الفاتحة. ثم يجلس الإمام بعد الصلاة جلسة خفيفة يقابل فيها المصلين ويخطب فيهم. سؤال الحلقة: كيف تؤدى صلاة العيد؟ للإجابة على الأرقام التالية.